وصلت إلى كربلاء، شنو حسيت؟ إنه حسيت أنت غريب لا في كربلاء؟ ابدا ابدا. شنو حسيت؟ انا حسيت انا هاي بلدي، انا مسلم. هذا انا لا، غير الطابع الاسلامي، القضيه الروحيه. الروحيه انا يقول هذا مو غريب علي، هذا بلد مو غريب. اي نعم. انا يقول هذا غريب علي. يعني تحس انه وطنك؟ هذا وطني هاي. يقول مدينتك بلدك. انا مدينتي، انا قلت له يقول له انا كان اول مره سويت الفيزا 90 يوم. إيه؟ بس انا مشغول. نعم. اذا مو مشغول ما ارجع، ابقى هنا. عجيب. انا يوميا اروح على الزور. يعني هيك صار عندك تعلق بكربلاء؟ ايه، انا كل سنه اخابرهم اقول له سوي لي دعوه اجي، سوي لي دعوه اجي. اسالك سؤال. جواب سيدي. يقولون انه هسه انت صيني. نعم. اوروبا والصين تقريبا مقاربه. اي نعم. زين. انتم في البلاد الغربيه يحسون انهم هم قمه الحضاره وما يليق كوضعهم كوضع كربلاء. وانت جيت عشت في كربلاء. نعم. وعايش في الصين، بلد الصين متقدم من نعم. الدول الكبرى الان الصين. زين؟ نعم. فالان انت تترك من اكبر الدول اللي في العالم حضاره وتقدم. الحضاره الصينيه قديمه جدا، الاف السنين. صحيح. والان مستعد تترك حضاره الصين وتيجي الى كربلاء، يسموها كربلاء. عند كثير من الناس ما يهتمون لكربلاء، لانه كربلاء فد مدينه صغيره قديمه كذا. انت شلون صار عندك هذا التعلق وانت رجال مو من البلد؟ بس سيدنا اكو نقطه مهمه عندنا. ايه؟ فهنا في كربلاء اكو شيء بالعالم ما بي. الله اكبر. لان بها الامام الحسين عليه السلام واخوه. زين؟ هذا بالعالم ما بي. حتى بالعالم الخضار آلاف السنه ما بي. صينيات ما بي. هل تسمع العالم يا اخي؟ تسمع الناس اللي متخلفه عقولها وآمنة بأوروبا وتعتبر أوروبا قمة الحضارة. هذه الحضارة، حضارة الحسين هذه، حقيقة الحسين هذه، يغلب كل الحضارات ويدوس كل الحضارات غير الحضارة الحسينية. أنا يوميا سيدنا أروح أزور وأصلي وأرجع للفندق. حياك الله. يوميا ما أترك ولا يوم. حياك الله كافي. أنا ب 2011 17 باقي هنا، ولا يوم تركت أسوق. الله. ولا يوم. لحتى هذه المرة صار ثالث يوم ولا يوم أترك. الأخ يوسف من الصين، صيني، رجل صيني من الصين، من نفس الصين، رجل مسلم موالي والآن في كربلاء. طيب.